السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في قناة عالم ماري ماري. اليوم غتسمعوا واحد الخبر في هذا الفيديو هذا، خليكم معي في الفيديو حتى الأخير. كما كتعرفوا خالد مقداد اللي هو عنده تبارك الله أولاد ديالو معروفين في السوشيال ميديا، في قناة طيور الجنة، اللي هو الابن ديالو الأكبر وليد اللي هو مزوج حاليا وعنده بنوته الله يحفظها عليه. وكاين المعتصم مقداد، كاين عنده بنت وحده ضمن 5 اولاد الله يحفظهم ليه ربي ويخليهم ليه. المعتصم مقداد عنده واحد العلاقه زوينه مع واحد الانسان اللي انتم غتسمعوا شنو واقع ليه في هذا الفيديو هذا. معتصم مقداد هو انسان بارك الله عليه، ولاد مربين بزاف د الناس. انا غنشرح واحد انا نهضر في هذا الفيديو على واحد المساله اللي شفتها، واللي بزاف د الناس داروا شي اغلاط اللي يا ريت انهم يستافدوا من هاد الناس هادو، اللي فعلا بزاف الناس كيقولوا علاش خالد مقداد ما شراش شي فيلا باش يعيشوا فيها حيت هما كتار. بالعكس هما بزاف الناس كيتمنوا انه يرجعوا يديروا بحال كما داروا هاد الناس هادو اللي كاينين في شقه تبارك الله شحال بهم كتارين وساكنين في شقه صغيره، كل يعني وليدات كينعسوا جوج بهم في البيت، في بيت الناس. واحد النهار واحد اليوتيوبر مشهوره، المهم كانت جات المغرب هنا مراكش، ومن بعد رجعت وليداتها على برا لفرنسا. قالت لها واحد السيده، قالت لها خدي غير مثل من هاد الناس هادو اللي عايشين في بارطما وهما كتار، بغاو داك حب العائله وداك الانسجام ديالهم وداك داك المزيل اللي صغير كيجمع العائله وكيخلي العائله تبغي بعضياتها وتعرف عليها الكبيره والصغيره، عكس الناس اللي عنده فيلات، عكس الناس اللي كل واحد داير ليه شومبره ديالو، يعني كل واحد بيت نعاس ديالو، ما كتعرفوا لا ناعس ولا جالس ولا واكل ولا شارب، اللي ساكن الفوق اللي ساكن لتحت. عكس عائله مقداد، علاه هما يا غلبهم فيلا باش انهم يسكنوا فيها، ولا بالعكس هما بغاو داك الدفء العائلي، ديك الدار الصغيره تجمعهم هكايا. يعني صراحه واحد هما كيدوزوا واحد الميساج لبزاف ديال الناس اللي ما فهمينوش. ماشي الناس انا عندي الفلوس نشري فيلا باش كل واحد ندير ليه بيتو، ولا كل واحد باش يعيش كيما بغا. بالعكس ديك الدار الصغيره كتجمع العائله وكتخلي المحبه بيناتهم. هاد الاخت هذه قالوا ليها الناس تعالى، قالت لهم يا ريت انايا كنت درت بحال كما داروا هاد الناس، انا مشيت وشريت فيلا وكل واحد بيت الناس ديالو، ما كنعرف واش نعسوا بالليل، واش واكلين واش شاربين، كل واحد خصني نبقى نعيط ليه بوحدو، لدرجه انني عييت صافي كنخلي كل واحد عايش كما بغى. هاد الناس هادو بالعكس عايشين في دار وحده صغيره، ياكلوا مجموعين، يفطروا مجموعين، يفيقوا مجموعين، ينعسوا عاوتاني فوق وقت واحد. المهم هذا المعتصم اللي هو الابن ديال الثاني ديال خالد مقداد، عنده واحد الصديق ديالو اللي لحد الان توفى هذه مده ديال 2 سنين. هادشي اللي قلت في هذا الفيديو هذا غير موضوع كيجبد الموضوع، وبغيت بزاف الناس يستافدوا منه. عنده واحد الصديق ديالو اللي استشهد في يعني في راكم عارفين داكشي اللي واقع في غزه. المهم لحد الان ما كينساش، كل مره كيجبدو كيقول بحال دابا البارح كيقول في الستوري ديالو: مر عام على ارتقائك يا حبيبي، كما تمنيت لقاؤك في هذه الدنيا وأنت بين أحبابك وأصحابك وأهلك. المهم واحد أنا قد تقريبا عصومي، هو كان صحفي وتوفى وخلى وليدات صغار، ولحد الان عصومي مسكين كيحطو في ستوري ديالو كيقول ليه يا ريت انك مازال معنا، كيعتبروه يعني اصلا هو وليد، كيعتبروه بحال الاخ ديالهم. يعني اش نقول لكم، الله يرحمه يا ربي ويجعله من اهل الجنه يا رب العالمين. وهذا الشيء اللي عاودت لكم في هذا الفيديو هذا ميساج بزاف ديال الناس اللي كيكونوا ساكنين في دار وكيكون واحد الحب واحد الدفء بيناتهم، وفي الاخير انه كيشريو فيلا وكل واحد فين تفرق، واحد ناعس الفوق واحد ناعس لتحت، كل واحد بيتو، كل واحد شنو كيدير كل واحد. هذا ما سميتوش حريه، بالعكس هذا كيتسمى كيبعد الوليدات على عائلاتهم، كيبعدهم على شحال من حاجه، عكس فاش كتكون عايش في دار وحده. على خالد مقداد انا تغلب ويشري فيلا ويسكنوا فيها، بالعكس بغى داك الدفء العائلي يكون مجموع في الدار، وكل واحد يتزوجوا، يعني كل واحد فاش يوصل للسن ديال الزواج يتزوج ويمشي لدارو، ويبقاو هو وليداتو كما هما. الله يحفظهم يا ربي، وشكرا والسلام عليكم.